السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا فيديو جديد. معايا هنا كوبايتين دقيق انا نخليهم، هضيف عليهم نص كوباية سكر بودرة وربع كوباية نشا، ومعاهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. وهحط طبعا رشة ملح زي ما انتوا شايفين كده، وهحط كمان 3 معالق كبار لبن. العجينة هتحتاج معايا لبن تاني. على فكرة ممكن انتي تعجني بلبن، يعني تكملي عجنها بلبن، وممكن تعجنيها بمية اللي يريحك. وهضيف كمان حوالي نص كوباية سمنة عادية خالص. وهعجن بقى. بصوا هي كده هتعوز معايا سوائل تاني، فانا فضلت ان انا اعجنها بلبن. تمام. ممكن تعجنيها بمية عادي يعني. اهو لميتها، هسيبها بقى ترتاح 5 دقايق كده قبل ما احضر الحاجات اللي انا هستخدمها في تقطيع العجينة دي. ورجعت لكم بقى معايا العجينة اهيت. هبتدي ان انا اخد قطعة وهفردها سمك مش رقيق قوي، يعني ممكن حوالي سنتي. تمام. ومعايا بقى طبعا قطاع، اي قطاع عندك ان شاء الله يكون غطا برطمان، كوباية، اي حاجة الشكل اللي انت تحبيه اعمليه. يعني ممكن تقطعيه بكوباية، ممكن تقطعيه بغطا برطمان بس مش كبير، عشان البسكوتة تطلع معانا شبيهة اللي احنا بنجيبها من بره. دي كانت قطاعة عندي، فقلت ان انا استخدمها. هبتدي ان انا اقطع بيها، بس طبعا لازم افرد العجينة كويس زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده حوالي سنتي، يعني العجينة متبقاش كبيرة، عشان طبعا هي داخلها بيكنج باودر، فاحنا لازم منتخنهاش قوي، عشان لما تعلى حاجة بسيطة فهتبقى كويسة يعني. هبتدي ان انا بقى طبعا اقطع كل العجينة اللي معايا، وطبعا الزيادات دي انا بلمها وبرجع افردها تاني وهقطعها برضو، يعني مش هنرمي حاجة. البسكوت ده حلو جدا، اتمنى تجربوه. كنا بنشتريه زمان. آه دلوقتي الباكت طبعا ممكن يكون عامل 10 جنيه او حاجة، هي بتبقى فيها بسكوتة واحدة، فليه نشتريه احنا؟ ممكن بسعره نجيب الحاجة ونعمله زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة هيعمل لنا كمية كويسة جدا. ممكن بقى تدي لولادك في المدرسة منه، بدل ما يشتروه من الماركت. ممكن انتي تفطري بيه مع كوباية قهوة، اي حاجة يعني. بصوا اه، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اعمل الحركة هفضل افرد يعني واقطع لحد ما العجينة بتاعتي تخلص خالص. رصيتها في الصاج مش دهنة اي حاجة، هدخلها على درجة حرارة 180. معايا بقى الشوكولاتة، اي نوع شوكولاتة بس يكون نوع كويس يعني. انا طبعا هسيحها على حمام مية عادي. البسكوت بتاعي اهو، بعد طبعا ما طلعته من الفرن وبرد خالص، نشف تماما. هبتدي ان انا احط كل 2 على بعض اهو، زي ما انتوا شايفين كده. كل 2 على بعض هحط من جوه حوالي يعني حبة شوكولاتة صغيرين، عشان ألزقها بالتانية، يعني عشان ما تفكش مني. بعد كده هغرقها في الشوكولاتة. هعمله كله بنفس الطريقة. طبعا معايا صينية عليها كيس تلاجة، عشان احط عليها البسكوت بتاعي ينشف من الشوكولاتة اهو، زي ما انتوا شايفين. ممكن كمان عندك بقى فرماسي، اي حاجة تزينيه كده زي ما انتوا شايفين. طعمه حلو جدا وهيعجبكم، واتمنى تجربوه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو. تنسونيش بقى في اللايك. باي باي.